الساحر الأسود، رسول القدر السيء. في ناس كده بتحس إن حياتهم كلها نشرات جوية سودا، ما بتجيبش غير الأخبار الوحشة والمصايب بس. أي كلمة بتطلع من بقهم تحس إن القدر قاعد ماسك ورقة وقلم ومستني بس إن هم يقولوا أي كلمة، وأول ما يقول الكلمة هوب المصيبة بتيجي على طول. عايز تعرف مين الشخصية دي؟ بس قبل ما أقولك أحب أعرفك أنا مين. أنا عبد الرحمن وده مستر ليه. سؤالنا واحد، بنرجع الأسطورة لأصلها وبعدين الدين والعلم يكملوا الحكاية. لو عجبتك الخلطة اعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا نخش في كده. عارف انت كده لما يكون عندك فرح في مركب وتروح وانت متفائل ومتشيك وتقول ان شاء الله النهارده هننبسط، الجو هيبقى تحفه، فجاه يطلع لك من وسط كل المعازيم: يا عم بحر ايه، احنا ايه اللي هيودينا هناك؟ البحر هيبقى وحش وهتلاقي نفسنا اتسحبنا لحته ما فيهاش شبكه ولا حد هيعرف يوصل لنا. وهوب، هو ده اللي بيحصل فعلا. الملف السعد يا عبعال، وانت عليك لفظ يهد جبال. هو مش ساحر ولا حاجه، بس كل كلمه تطلع من بقه تحس ان الكون قاعد مستني الكلمه دي بالذات عشان خاطر ينفذ له اللي بيطلبه. عشان كده زمان قالوا السم في اللسان والمنطوق مكتوب. تصور ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الناس دي واتكلم عن الطريقه اللي بيتعاملوا بيها. في حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها بأسا يهوى بها 70 خريفا في النار. يعني الكلمه مش بتموت، الكلمه بتطلع للسما وبتتسجل والقدر بيتعامل معاها كأنها طلب رسمي. يعني ببساطه كده زي ما حضرتك بتدعي ربنا ان هو يسترها عليك ويرزقك بكل خير، في واحد تاني ما بيشوفش غير ان الحياه سودة ما بتجيبش غير كل وحش بس. وفي الأثر أحب أقول لك بيت شعر جميل جدا: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. بس عارف، في نوع من الناس دي تشعر ان هو ما بيعملش كده عشان خاطر هو عايز يعمل كده، يعني من كتر ما عدى بمواقف وحشه بتحس ان دماغه متبرمجه ان هو يتوقع الوحش بس. او ممكن يكون عدوى نفسيه، اتربى في وسط ناس كلها مشاكل وكلها امراض نفسيه، بناء عليه اتزرع فيه الموضوع ده وطلع مش شايف اي حاجه حلوه في الدنيا. بس عارف ايه اسوأ صفه في الناس دي؟ النرجسيه المقنعه، انه دايما حاسس ان هو فاهم والناس كلها مش فاهمه اي حاجه. انا الوحيد اللي صح وكل اللي حواليا دول ما بيفهموش اي حاجه في الدنيا. انا الوحيد اللي شايف المصيبه وهي جايه وبقدرها قبل ما تيجي، بس الحقيقه انت اللي بتجيب المصيبه مش المصيبه هي اللي بتجيلك. وفي النهايه نقدر نسمي الشخصيه دي المتشائم النرجسي، والشخص اللي بيأذي نفسه عشان بيقتل اي فرصه ممكن تيجي وبيأذي كل اللي حواليه بكلامه وتصرفاته. وفي النهايه يا صديقي، لو انت عايز تسمع رايي كمستر ليه، احب اوجه رساله واحده بس للشخص المتشائم النرجسي: ارجوك اسكت شويه، يمكن تكتشف ان الدنيا فيها جانب ينفع يتعاش عشانه. مفيش افضل من ان احنا نختم بكلام ربنا والحديث القدسي اللي بيقول: انا عند حسن ظن عبدي بي. وقبل ما تقفل الحلقه ما تنساش تدوس لايك وتقول لنا رايك في الكومنتات، ولو انت من كتيبه مستر ليه شير المحتوى، خلي غيرك يستفاد، لعل وعسى تنفع بيه بني ادم. ولو انت من اصحابنا الجداد ما تنساش تدوس سبسكرايب. كان معكم عبد الرحمن وهنا مستر ليه. سلام.